وتطلع الاطراف راضيه جدا. واكو مواضيع شائكه، اكو مواضيع شائكه تتدخل بالناموس وتتدخل بالشرف وتتدخل هذه. يعني انا راح طريفه من الطرائف. يعني احد الشباب العلاقه باحدى البنات، فهي تداوم في مدرسه، فهذا الشاب راح اتفق وياها العصر، جابها بسيارته وجلها نهبها، خلينا نقول نهبها. فاجى عمه من الناس اللي يحشي لك عليهم، من الناس اللي الله يخصهم بهذه الصفه، يعني صفه الاقناع وصفه التدين وصفه حل مشاكل الاخرين. هذا الولد اجى قال له عمه شنو يابا؟ قال له والله جبتها. شنو قال له جبتها؟ بنت عمك بنت خالك جبتها، بنت عالم هذه، انت تقبل على عرضك ايش شلون تجيبها؟ قال له بعد هذا جبتها وانا اتحمل. قال له لا ابويا ترجع. قال له شلون ترجع؟ انا جبتها. قال انا رجعها، انا رجعها. وقال له شلون ترجع عمي؟ يعني قلت له، قال له ابوي انا ارجع. عند شو غرض؟ جابها الولد، هي البنت هم حست بالخطا مالها وحست بلا، فجابها الرجال عندهم يمهم مضمد. قال له يابا تعال صبب لي اياها، فطكها صبابه من فوق لجوا المضمد، وعنده اشعه قديمه المضمد، جاب الاشعه واجى لموها بالسياره وجابها لاهلها. اهلها لقوهم ناس مشفايين، يعني بنته رايحه منهم، لو ولد ما يخالف. فوقفوا نزل اشترى لها عكازات، وقفت السياره لقى الناس مشفايه. ها يابا قال لهم بويا احنا سحقناه. يابا قالوا لهم بويا سحقناه لو موتين، احنا بويا ميتين، احنا عبالنا مدرن. قال لهم يابا هاي البت. المهم ظل يوميه يجي الحجي يجيب لها علاقتين مال برتقال ويقعد يم راسها، احنا الكسرها يحش عليها. وقفوا على كيفك ونزل على كيفك. ظلت لك يومين ثلاثه، رجع اليوم الحجي قال لهم عمو هي مكسوره ما طول كسرناها، احنا جاي نخطبها. يابا خلي الطيب. قال لهم لا ابوي عايبه مكسوره احنا نخطبها. خطبها وين بصبابتها وتزوجوها على سنه. وهذا ما يصير عند واحد اذا مو الله، واذا مو الله خصه يعني.